يا صباح الفل والورد والياسمين والتفاؤل عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا 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 جدا. الفيديو ده بناء على طلب حبايب قلبي اللي طلبوا مني المرة اللي فاتت، اللي انا شاركهم كده روتين خفيف كده وانا بعمل المحشي. كانوا مستنيين بقى يشوفوا انا هعمل ايه في الكرومبة اللي كانت في الفيديو بتاع الروتين. تمام. قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنات واحنا مع بعض. تذكري الله. لو اول مره تدخلي الفيديو عندي او اول مره تدخلي القناه وتتابعيني، ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتنضمي لعيلتنا والحبايب بقى اللي معانا. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده المحشي يحب البصل، طبعا انتوا كلكم شطارات وامارات، مش محتاجه اشرح كل حاجه قوي. احنا عارفين احنا عملنا ايه. احنا كان معانا بط وطلعنا كرنب بقى من اللي احنا مخزنينه ومفرزينه مع بعض في الفيديو اللي فات. طلعنا صلصه برضو احنا عاملينها مع بعض، وكان في بط وكان في كوسه. تمام. هنبتدي اللي احنا نعملهم مع بعض. طبعا غسلنا البصل وقشرناه كويس، وكان عندي فلفل الوان وكان عندي فلفل احمر حامي. على حسب بقى انت وذوقك بتحبي فيه شطه ولا لا، براحتك. بس هو عموما يعني انا جربت المحشي قبل كده من غير شطه خالص، بصراحه ما طعمه ما اتاكلش ابدا. خلاص كده ببتدي ان انا انزل بكميه البصل اللي عندي. كتري بصل لان يعني ما تكتريش قوي زياده عن اللزوم، بس كتري بصل لان المحشي بيحب البصل. اول لما البصل دبل كده ونزلته معايا في الزيت وبدا يدبل خالص، حطيت عليه الفلفل الالوان والفلفل الشطه. واول ما دبلوا كده مع بعض حطيت عليهم الصلصه وسبتهم يتسبكوا على نار هاديه. هبتدي بقى اعمل ايه معاكم كده. ابتدي ان انا اقشر الكوسه معاكم. في ناس بتحب ان هي تطبخها زي ما هي، وما بتحبش ان هي تجردها او تخططها كده زي ما انتم شايفين. بس احنا بنحبها كده، يعني احنا بنحب ان هي تكون فيها نعملها كده بظهر المقوار كده، يكون واخده شكل الطرنشات كده او شكل التعويجات اللي بتبقى فيها دي. بتبقى احسن ما تسيبيها خضره كده زي ما هي. تمام. ابتدي بقى ان احنا نقورها. في ناس تحب ان هي وهي بتقورها تقورها قوي قوي، تخليش فيها لحم خالص. وفي ناس بتحبها يعني ايه، فيها مدغه كده فيها سن. انا من النوع اللي انا بحب الكوسه لازم يكون فيها مدغه وفيها سن، لان هي كوسه. هحس بطعمها ازاي لو انا قورتها وخليتها على الجلد بس. تمام. الحركه دي بقى والدتي الله يعطيها الصحه يا رب هي اللي معلمهاني. بعد ما نخلص تقوير الكوسه كده، طبعا احنا بنبقى غسلينها من الاول، بس بعد ما نخلص تقوير الكوسه كده تغسليها وتحطيها تتصفى كده تنشف، يقع منها اي حاجه انت مقوراها فيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده الصلصه قربت تخلص خلاص كده، اتسبكت وفكت معايا مع بعضها. ببتدي ان انا انزل لها بفص توم ني. ما بحبش انا احمر التوم قوي عشان ما يتعبش المعده، هو بياخد كده تسبيكته مع الصلصه. ابتدي احط البهارات بقى. بتبتدي ان انت تحط البهارات اللي انت عايزاها، بس انا عن نفسي حطيت كزبره ناشفه وحطيت كمون وحطيت فلفل اسمر وحطيت ملح. وهبتدي بقى اللي انا بحب البهار اللي انا بحبه قوي على قلبي، القرفه المطحونه. زي ما انتم شايفين كده حط نص معلقه قرفه مطحونه، وهحط نص معلقه بهارات لحمه زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ان انا اقلبها. طبعا انت لو مش بتحبي القرفه ممكن تستغني عنها، ولو بتحبيها ما تكتريش قوي، لان القرفه بالذات في الاكل بتمرر الاكل شويه. وسمعت ان هي بتزود السيوله في الدم يعني. حطيها بالقدر المناسب، يعني كل حاجه التوسط فيها كويس. نبتدي بقى اللي احنا نعملها كده زي ما بعض. تمام. برضك الخضره احنا برضك مفرزينها مع بعض. ابتدي كده نزلت على الخضره بيها، والرز كنت غسلاه ومنقيه خلاص. هبتدي ان انا انقله في بوله واسعه معاكم، اللي انا اعرف اقلبه كويس فيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده. انا بقى انتوا يا حبايبي انتوا اللي طالبين مني في الفيديو ده، وانتوا اللي طالبين مني الفيديو ده، واحنا بنعمل محشي كده مع بعض ومستنيين يوم المحشي. تمام. فانا بقى مش هوصيكم بقى الفيديو ده يعني كده، دعموني فيه كده واشوف عليه لايكات كتير، واشوف عليه بقى الدعم بتاعكم ليا فيه. عايزه اشوف بقى بجد هو بجد هينفعكم ولا ها. يعني اكرر فيديو تاني ولا ايه؟ اسمع كلامكم ولا هتشجعوني ولا مش هتشجعوني؟ هنا خلاص قلبت الرز كويس وحطيت عليه شويه زيت عشان يبقى بلمع كده وما يبقاش معجن في بعض، يبقى مفلفل. تمام. الكوسه جبت اللي هو اللحم بتاع الكوسه من المقوار كده، اللي انا قورته وحطيته في ارضيه الصينيه اللي انا هستخدمها، وشرايح بصل خفيفه وورق لوري، ولو في كزبره حصى تمام حطيها، بتبقى حركه جميله قوي، بيبقى طعمها حلو. بس ما كانش معايا كزبره حصى، حطيت ورق لوري وكده زي ما انتم شايفين. طبعا الكوسه ما تكتميهاش قوي، وحاولي ان انت تسيبي فيها قيمه عقله كده فاضيه، لان هي الرز بتاعها بيزيد عموم. تمام. يا سلام بقى كمان لو كانت كوسه كده من الصغيره الرفيعه كده بتاعه المحشي، بتبقى مظبوطه بجد، بيبقى شكلها جميل. بس طبعا احنا بنصرف نفسنا باللي عندنا، وما تخش المطبخ مفيش حاجه اسمها مش عارفه، مفيش حاجه اسمها مش متاح، مفيش حاجه اسمها مش هعمل. كلنا لما بنروح في اي حاجه او بنعمل اي حاجه جديده ما بنبقى مش عارفين، وبنبقى مش عارفين نتصرف ازاي او نعمل ايه. تمام. اعتبريه اللي هو اي حاجه جديده عليكي وانت بتتصرفي فيها وهتعملي كل حاجه. كلنا في الاول وفي البدايه ما كناش بنعرف نعمل اي حاجه خالص.
زي ما انتم شايفين بقى ابتدي ان انا احشي المحشي. عملت الكوسه كده معاكم زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم ان لما تيجي ترصوا الكوسه خلوا وشها كله قافل على بعضه، عشان لما تيجي تسقيها رز، تسقيها قصدي تحط لها مرقه وكده، لما تيجي تستوي ما تطلعش الرز على بعض. نبتدي بقى اللي احنا نشوف الزفر اللي عندنا. البط طبعا مغسول ومنقوع ومتنضف كويس جدا جدا جدا. انا ما طلعتوش من الكيس على هنا على طول، انا طلعته من الكيس غسلته ونقعته شويه، وبعدين ابتديت لما فك خالص ابتدي ان انا احطه على النار. حطيت معاه ورق لوري، وحطيت معاه جزر، وهحط كمان بصل، وهحط حبهان ومستكه، وهحط فلفل اسمر. تمام. عم ابتدي بقى ان انا اخلص حله المحشي بتاعتي. هي حله صغنطوطه كده على قدي، بس ايه عشان ما تاخدش مني وقت. خلصت كده حله المحشي وحطيت الشوربه في جنب. طبعا الميه ديت انا مسخنه الميه دي عفوا عشان لما ابتدي الشوربه تغلي الزفر او البط ينشف معايا، ابتدي ان انا ازود عليه ميه سخنه، ما ازودش عليه ميه بارده. طبعا هنا كده المحشي ابتدي ان انا اجهزه معاك خلاص. حشيته اهوت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله يعني شكله اصلا يفتح النفس. هحط عليه كده معلقتين صلصه، واحط عليه مكعب مرقه، وهبتدي ان انا اسقي شوربه. اهم حاجه خدي بالك وانت بتسقي شوربه ان الشوربه تكون تحت السطر الاخير، يعني اخر سطر انت عاملاه في المحشي الشوربه تكون او المرقه اللي انت هتحطيها تكون تحت السطر الاخير بتاعك. ويبتدي اول ما يبتدي يغلي تبتدي ان انت تغطي عليه بطبق او حاجه تقيله، وتوطي عليه على نار هاديه خالص، وتسيبيه براحته خالص خالص خالص. كمان الكوسه خدي بالك منها. الكوسه دي من اول الحاجات اللي لما كنت اعملها كنت احط ميه كتير قوي فوق منها كده، اقول مش هتستوي جامده وكده. اكتشفت بعد كده ان طبعا اي خضار انت بتستغليه بيبتدي يخرج ميه معاكم. طبعا في الوقت ده عايزه اقول لكم ان الكهرباء كانت قطعت وكنت بص احبطت بقى ان انا اكمل معاكم الفيديو، بس قلت اكمل معاكم الفيديو. وبعديها بدقيقتين سبحان الله الكهرباء جت عما خلاص الاكل كان قرب يستوي. زي ما انتم شايفين الكوسه اصلا بتخرج ميتها اهي. بوريكم كل حاجه وصلت لايه. غسلت المواعين معاكم، ما سبتش اي حاجه انا استخدمتها ما سبتهاش ورايا عشان يبقى اليوم نظيف كده. طبعا هنا كان في زفر تاني مغسول ومنقوع. البهارات هبتدي اللي انا ارجعها مكانها، ورق اللوري الحاجات دي، معلقتين الصلصه الزياده اللي انا خدتها كده وخلصت. طبعا ابتديت اللي انا اعمل معاكم ملوخيه برضو، انا بعشقها وجوزي كمان بيعشقها. فشوربه بحط مرقه واحط عليها معلقتين صلصه واسيبها على النار تغلي براحتها خالص 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 خالص. وبعدين ابتدي انزل الملوخيه واقلبها فيها، وابتدي احط سنه سكر صغيره، ولما بتبتدي تغلي ابتدي ان انا اعمل لها الطشه بتاعتها. تمام. طبعا الملوخيه ديت عشق يا جماعه، عشق بجد بجد، الملوخيه دي عشق. تمام. هبتدي بقى اللي انا كده اعمل لها الطشه بتاعتها معاكم زي ما انتم شايفين. نقول بسم الله كده ونحط بقى معلقه توم. انا عندي التوم مهروس في الفريزر اصلا، نحطه في الزيت كده، واول ما التوم يبتدي ياخد تصفيره ويبقى اصفر كده نبتدي ننزل عليه بمعلقه كزبره ناشفه. تمام. طبعا لو في اي حاجه حابين تتكلموا معايا فيها او حابين تسالوني عليها فيها، تابعوني على الفيسبوك هناك هتلاقوني بكلمكم برد عليكم عادي، مفيش اي مشكله. لو في حاجه مش واضحه في الفيديو سيبولي في التعليقات وانا بجاوب عليكم. انا بحاول بس كده اللي انا عايشكم معايا اليوم والروتين. انا مش عامله وصفه اكل قوي يعني، مش مدققه على التفاصيل، لان انتوا اللي طلبتوا مني ان احنا عايزين فيديو المحشي فيديو المحشي وهكذا. هتلاقوه موجود، التعليقات بتاعت حبايبنا هتلاقيها موجوده على اخر الفيديو اللي احنا عملنا فيه المطبخ مع بعض. كله كان مستني الكرومبا والمحشي، ادينا هو توفيت بوعد ليكم. تمام. ابتدي بقى معاكم كده اول ما التوم ياخد تصفيره كده ويبقى لونه اصفر. انا مش عايزاه متحمر قوي برضك عشان ايه ما يبقاش صعب على المعده. ابتدي اللي انا حطيت عليه معلقه كزبره ناشفه، واقلبها كويس كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان هي بس ايه تاخد طشه في الزيت كده يعني. إيه يبقى ريحتها طلعت كده. اول ما ريحتها تطلع هبتدي انزل ايه على الملوخيه بيها، نبتدي نديلها تقليب. خلاص كل حاجه خلصت معايا، البط استوى والكوسه كمان استوت زي ما انتم شايفين. هقول لكم هنعمل في الكوسه ايه. هبتدي احط معلقتين صلصه كده في الشوربه اللي عندي، في نص كوبايه شوربه بسيطه خالص كده، وابتدي اللي انا احطها عليه. وكمان البط دهنته بالفرشه كده بالصلصه، وهبتدي اللي انا احطه في الفرن ياخد وش كده تحمير عم اخلص اللي ورايا. طبعا غرفت بقى الاكل وكل الاكل جهز، ما عادش بقى غير اللحظه اللي كلنا بنستناها، واي ست بتقف في المطبخ تطبخ وتعمل محشي او اي حد حواليها بيعمل محشي بيستنى اللحظه دي، لحظه ما تفتحي الحله وتشمي ريحه المحشي وتبداي اللي انت ايه تغرفيه بقى كده ايه في الطبق وتشوفي منظره وتشوفي شكله. بس كده حبايب قلبي الفيديو يا رب اتمنى يا رب يكون خفيف على قلوبكم. وما تنسوش تصلوا على النبي قبل ما تخرجوا في الفيديو، تذكروا الله في الاول وفي الاخر عشان دايما نكون مع بعض بناخد حسنات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على